حذر مختصون في الأمن السيبراني خلال الفترة الأخيرة من تزايد محاولات استهداف مستخدمي التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، مؤكدين أن شبكات إجرامية متخصصة باتت تعتمد أساليب وتقنيات متطورة تستغل ثقة الزبائن في الخدمات البنكية الرقمية والإقبال المتزايد عليها. كما أشاروا إلى أن عدداً من الوكالات البنكية تلقت شكايات من زبائن تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية. وأوضح الخبراء أن القراصنة يلجؤون في كثير من الحالات إلى تعطيل التطبيق البنكي الخاص بالضحية قبل إرسال رمز سري يطلب منه استخدامه لإعادة تفعيل التطبيق. وبمجرد إدخال هذا الرمز، يتمكن المحتلون من اختراق الحساب البنكي والوصول إلى بياناته. وتعتمد هذه العمليات على مواقع إلكترونية وتطبيقات مزيفة تحاكي بشكل كبير المنصات الرسمية للمؤسسات البنكية. ويتم استدراج الضحايا إلى هذه المنصات عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني تدعي وجود مشكلة في الحساب البنكي، أو تطلب تحديث البيانات الشخصية أو تأكيد عملية مالية. وعند إدخال المستخدمين لمعطياتهم السرية، مثل كلمات المرور والرموز الأمنية وأرقام البطاقات البنكية، يستغل القراصنة هذه المعلومات للولوج إلى الحسابات وتنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة. وللإشارة، شهدت مصر مطلع شهر فبراير الماضي هجوماً سيبرانياً استهدف تطبيقاً تابعاً لأحد البنوك المعروفة، ما أسفر عن سرقة أموال من الحسابات البنكية لعدد من المستخدمين. ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام مصرية، أثار الحادث حالة من القلق الواسع بعدما كشف أحد الضحايا، ويدعى أحمد، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لخسارة تجاوزت 80,000 جنيه مصري نتيجة هذا الهجوم. وفي أعقاب الحادث، أصدرت شركة أمريكية متخصصة في الأمن السيبراني تقريراً أوضحت فيه الكيفية التي نفذ بها الهجوم، وذلك بعد رصدها للعملية وتتبع مراحلها. وأفاد التقرير بأن المهاجمين تمكنوا من السيطرة عن بعد على هواتف الضحايا من خلال استغلال خاصية متاحة في بعض أجهزة أندرويد تسمح بمراقبة شاشة الهاتف أثناء استخدامه. وقد مكنهم ذلك من الحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالتطبيقات البنكية وسرقتها. وتؤكد هذه الوقائع أهمية توخي أقصى درجات الحذر عند تحميل التطبيقات أو التعامل مع البرمجيات الغير الموثوقة، لما قد تشكله من تهديد مباشر للأمن السيبراني للمستخدمين، وما قد يترتب عليها من خسائر مالية ومخاطر تمس أمنهم الشخصي والعام.